بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم متابعين على قناة شيتس فاميلي. وزي ما عودناكم على وصفتنا السهلة البسيطة، وصفتنا النهاردة ب3 مكونات بس هنعمل أحلى وأجمل حلاوة طحنية بيتي أو حلاوة الرانش حسب ما انتم ما بتسموها، لكن دي من أجمل الوصفات حقيقي اللي هنقدمها النهاردة على قناتنا، وسهلة وسريعة وهشة ومرملة وجميلة بصراحة. من حلاوتها هتعملوها على طول، أولادكم كمان هيحبوها في السندوتشات، في العشاء، في الفطار، سريعة وما بتاخدش وقت خالص ولا أروع من كده. هنعملها بطعمين، الطعم الأصلي بتاعها وطعم تاني الشوكولاتة، وطبعا التزيين حسب ما انتوا حابين، زي ما هنشوف مع بعض هنزينها ازاي. من أجمل الوصفات حقيقي اللي هنقدمها النهاردة مع بعض، وجميلة جدا ومكوناتها بسيطة وموجودة في كل بيت. ونسمي الله ونقول بسم الله ونبدأ مع بعض وصفتنا. أول حاجة هنحتاجها كوبايتين سكر بودرة، هننخلهم عشان نشيل أي تكتلات منهم، تكون عجينتنا كده يعني هشة وحلوة ما يكونش فيها أي تكتلات. بعد ما نخلنا كوبايتين سكر بودرة، هننخل كوبايتين حليب بودرة وبرضو نشيل منها أي تكتلات عشان تبقى قوام العجينة بتاعنا مظبوط. وطبعا بنفس الكوباية هنعاير بيها كل المقادير بتاعتنا. بعد ما خلطناهم مع بعض هنحتاج معانا كوبايتين بنفس الكوباية كوبايتين طحينة سايلة، ما تكونش فيها اي تكتلات خالص، تبقى سايلة كده ومعانا وجميلة وما يكونش فيها اي تكتلات خالص زي ما احنا شايفين. هنضيف الكوبايتين الطحينة للمقادير اللي احنا خلطناها مع بعض. تمام زي ما شايفين كده. طبعا المقادير تبقى متساوية زي ما اتفقنا، بنفس الكوباية هنعاير بيها كل حاجة. هنخلطهم مع بعض كويس جدا. انا قلبتهم بالمعلقة كده شوية تمام لحد ما اندمجت المكونات مع بعض. وبعدين بدأت ان انا اعجنها بايدي عشان اتأكد من قوام العجينة ان هي كويسة، تبقى متماسكة معايا، وفي نفس الوقت احس ان هي مرملة كده وحلوة في ايدي، ما بتبقاش يابسة ولا تبقى سايبة قوي. ده القوام المظبوط اللي احنا محتاجينه زي ما شايفين مع بعض. بعد ما عجناها هنجيب معانا علبة فيها سويتش رول. تمام اي علبة انتوا حابينها، اي شكل انتوا حابينه. هنزينها طبعا بالمكسرات. انا حطيت فستق وحطيت لوز مبشور، انتوا طبعا حسب الرغبة، حسب ما انتوا حابين تزينوها بايه ده طبعا راجع ليكم. وزي نحط المكسرات فيها، او ممكن نحط شوية مكسرات في قلب العجينة برضو زي ما انتوا حابين. هنحط جزء من العجينة ونضغطه كده كويس، ونشيل اي فراغات منه ونسويها ونغطيها بالسويتش رول زي ما احنا شايفين مع بعض، وهنغطيها ونركنها على جنب. نيجي بقى للجزء التاني من العجينة، هنضيف عليه معلقة شوكولاتة او كاكاو خام حسب ما انتوا حابين. انا حطيت باكت نسكويك مع معلقة كاكاو خام، بس حسيت العجينة يابسة معايا شوية، ضفت لها معلقة طحينة سايلة علشان تخليها لينة معايا، واقدر ان انا اشكلها وما تبقاش يابسة قوي معايا، تبقى قوامها مظبوطة زي ما عملنا الاولانية. وضفت عليها شوكليت شيبس عشان يعزز اللون بتاعها ويعزز الطعم كمان، يبقى طعم الشوكولاته فيها مركزه اكتر. مش عايزه اقول لكم ريحتها جميله. وحطيت كمان، جبت سويتش رول زي ما جبنا وجبنا قالب مع بعض، وحطيت فيه الجزء التاني من العجينه اللي زيناه مع بعضينا. تمام وضغطته كده وقعدت اسويه في كل الاطراف، وشلت كل الهواء منه ورتبتها زي ما احنا شايفين مع بعض كده. اهم حاجه يا جماعه تكون العجينه معانا مظبوطه، لا تبقى يابسه قوي ولا تبقى سايبه قوي، تبقى متماسكه معايا وفي نفس الوقت كده تحسوا ان هي مظبوطه. غطيناها بالسويتش رول ونحطها في التلاجة لمده 7 ساعات او يوم كامل. كل ما سبناها اكتر كل ما تماسكت اكتر. انا سبتها يوم كامل بصراحه. وده تاني يوم بنفتحها مع بعض كده وهنشوفها. قلبناها، هنشيل السويتش رول من عليها. شايفين الشكل، شايفين الحلاوة، قوامها جميل وهش، ومن بصراحة من أجمل الوصفات اللي عملناها مع بعض، وإن شاء الله هتعجبكم وهتكرروها من جمالها وما بتاخدش وقت خالص. ده الشكل النهائي بتاعها. أتمنى وصفتنا النهاردة تكون عجبتكم، وما تنسوناش في اللايك والشير وسبسكرايب واعملوا فولو القناة لو مش عاملين. وأشوفكم في وصفة جديدة، وفي أمان الله.